ليه كل مرة مرتبك بيزيد بتحس إنه بيطير أسرع من الأول؟ في دراسة على أكتر من 60,000 موظف، جامعة هارفارد لقت إن 78% من الناس بيرفعوا مصاريفهم فورا بعد أي زيادة في المرتب، وبعد 3 شهور بس بيرجعوا يحسوا إن الفلوس بقتش مكفية تاني. العلم بيسمي ده تضخم نمط الحياة. دماغك متبرمجة إنها ترفع مستوى توقعاتها بسرعة جدا، يعني أي رفاهية جديدة بتديك انتعاش قصير وبعدها الملل بيرجع وتبدأ تدور على أبجريد جديد. والصدمه هنا ان الباحثين لقوا انه حتى لو مرتبك تضاعف، احساسك بالرضا بيرجع بسرعه لنفس المستوى القديم. يعني ممكن تاخد ضعف مرتبك وتلاقي نفسك بعد شهور في نفس الدايره، ان الفلوس ما بقتش مكفيه برضه. الشركات بتلعب على الحته دي بذكاء، بيبيعوا لك منتج رخيص جدا زي الطباعه بس يخلوك تدفع اضعاف سعرها طول عمرك في الحبر، او ينزلك ميزه صغيره في الموبايل الجديد كل سنه علشان تفضل تشتري وتكبر مصاريفك، فمرتب اكبر، مصاريف اكتر، ونفس الاحساس بالضغط. الخلاصه ان المشكله مش في المرتب، المشكله في الطريقه اللي انت بتتعامل بيها معاه. قبل ما تزود مصاريفك زود استثمارك وادخارك، كده المرتب اللي بيطير هيبقى هو نفسه اللي بيبني مستقبلك.